تخيل معايا كده جزيرة في نص المحيط، جزيرة ما فيهاش بشر لكن مليانة أبقار، آلاف الأبقار البرية، والأغرب إن الأبقار دي كانت هي السبب في تدمير الجزيرة بالكامل، وفي يوم من الأيام الإنسان اضطر إن هو ياخد قرار صادم إنه يقتل البقر ده كله علشان ينقذ الطبيعة. القصة دي اللي هنتكلم عنها النهاردة اسمها قصة أبقار جزيرة أمستردام، واحدة من أغرب وأخطر تجارب تدخل الإنسان الغير محسوب في الطبيعة. وخليك معايا للآخر بقى عشان تعرف تفاصيل القصة كلها بالظبط من بدايتها لنهايتها، وعشان برضو عايز أسألك سؤال في الآخر بعد ما نخلص حكاية القصة. ويلا بينا نبدأ على طول ونشوف إيه هي حكاية جزيرة أمستردام. سنة 1871 كان في بحارة أوروبيين وصلوا لجزيرة صغيرة جدا في المحيط الهندي. الجزيرة دي اسمها جزيرة أمستردام، والجزيرة دي زي ما أنا لسه قايل معزولة وصغيرة وما فيهاش أي بشر عايشين فيها، وبتتبع سياسيا لدولة فرنسا، وفيها بقى نظام بيئي نادر ونباتات خاصة مش عايشة في أي حتة تانية في العالم، وطيور بحرية وتوازن طبيعي في البيئة بتاعت الجزيرة. البحارة الأوروبيين بقى أول ما وصلوا لسواحل الجزيرة دي قالوا فكرة كانوا شايفينها ساعتها إن هي فكرة ذكية. بصوا لبعضهم كده وقالوا ايه رأيكم لما نسيب شوية بقر هنا، ولما نرجع بعد سنين هنلاقي اكل جاهز على سواحل الجزيرة دي. وبالفعل سابوا شوية من المواشي اللي كانت معاهم ومشيوا، واللي التقديرات بعد كده قالت ان هم سابوا ساعتها 5 بقرات. وفي اللحظة دي بقى محدش كان يعرف ان هم زرعوا قنبلة بيئية في جزيرة امستردام. البقرات اللي هم سابوهم دول اول ما وصلوا للجزيرة لقوا اكل كتير ومتوفر ومش محتاجين يدوروا عليه، ومفيش أسود ولا ذئاب ولا أي مفترسات، ومفيش إنسان يسيطر عليهم ولا ياكل منهم. يعني الجزيرة كانت تعتبر جنة مفتوحة لل5 بقرات اللي هم سابوهم. فاللي حصل والطبيعي إن هم بدأوا يعيشوا حياتهم ويبرطعوا في الجزيرة، وعددهم بدأ يزيد من 5 لعشرات لمئات وبعدين لآلاف. جزيرة كاملة في قلب المحيط الهندي كانت اتحولت لمزرعة عشوائية، لكن الطبيعة بقى مش معمولة عشان تستحمل النوع ده من الحيوانات الكبيرة بأعداد ضخمة بالشكل المفاجئ ده ومن غير اي سيطرة عليها. سامعك ممكن تقول لي انت مكبر الموضوع ليه؟ هم شوية ناس عدوا سابوا 5 بقرات وقالوا لما نرجع تاني كمان كام سنة نبقى نلاقي اكل ناكله. لكن خليني احكي لك الابقار دي عملت ايه في الجزيرة. كلوا النباتات النادرة اللي احنا لسه قايلين ان هي مش موجودة في حتة تاني في العالم، ودمروا الاعشاب والمراعي اللي كانت موجودة في الجزيرة، وداسوا على اعشاش الطيور وخربوها. حتى التربة بتاعت الجزيرة ما سلمتش منهم، والنباتات اللي كانت موجودة بقالها الاف السنين في جزيرة امستردام اختفت في عشرات السنين بفعل البقر. الطيور البحرية بدأت تهاجر، التربة بقت ضعيفة، والجزيرة فقدت الهوية والنظام البيئي بتاعها. يعني حيوان واحد في المكان الغلط دمر نظام بيئي كامل شغال بقاله مئات السنين. ودي معلومة مهمة الإنسان ما كانش واخد باله منها، إن مش كل كائن ينفع يعيش في أي مكان كده وخلاص، وينفع الإنسان ياخد أي حاجة ينقلها من حتة لحتة بمزاجه. العلماء بقى بعد ما وصلوا للجزيرة مرة تاني بعد سنين من أول مرة البحارة دول كانوا سابوا فيها البقر، ولاحظوا العدد الغريب اللي كان وصل له ال5 بقرات بعد ما عدى عليهم تقريبا 100 سنة، بعد ما بقوا 2000 بقرة تقريبا. والأغرب إن الأبقار دي نفسها اتغيرت، حجم جسمها صغر مقارنة بال5 بقرات اللي بدأوا الجزيرة، وشكلهم اختلف وبقوا نوع تقريبا شبه مستقل مش موجود منه بقر تاني في أي حتة في العالم. يعني اللي حصل أو اللي اكتشفوه بعد كده هو تجربة تطور طبيعي حصلت قدام عين البشر بسبب البشر، وفي وقت قليل جدا، مفيش تطور بيحصل في 100 سنة. لكن المشكلة بقى إن التجربة دي والأبحاث والمعلومات اللي طلعت منها بعد كده كانت كلها بتيجي على حساب الطبيعة في الجزيرة. كل التلفيات اللي حصلت في الجزيرة كان صعب جدا ان هي تتلم او يتسيطر عليها، وكان الوقت أزف خلاص. فالحكومة الفرنسية وقفت قدام سؤال اخلاقي وصعب جدا: هل نسيب البقر يعيش ونقبل ان الجزيرة كلها تموت، ولا نقتل احنا البقر وننقذ النباتات والطيور وبقية الجزيرة؟ وفي التسعينات كان خلاص اتاخد القرار الاصعب، تم القضاء على معظم ابقار جزيرة امستردام بالاعدام بالرصاص. قرار مؤلم وصادم وكل حاجة، لكن في الاول وفي الاخر لو ما كانش اتاخد كانت الجزيرة هتتحول لصحراء ميتة. وبعد اختفاء الابقار بقى، بعد اللي الحكومة عملته ونظفت الجزيرة منهم، كان حصل حاجة غريبة جدا، او مش غريبة، هي كانت حاجة يعني مشوقة، ان الانسان يرجع يشوف تاني النباتات وهي بترجع تنمو، الطيور اللي هجرت وهي رجعت تاني وعششت تاني في الجزيرة، والتربة اللي بدأت تستعيد قوتها، والجزيرة رجعت تاني لهويتها الأصلية والنظام البيئي المتوازن اللي هي
كانت موجودة بيه من الأساس، وتحولت بعد كده جزيرة أمستردام لمحمية طبيعية، واتثابت عشان الطبيعة تبدأ تصلح نفسها بعد خطأ إنساني دام لأكتر من 100 سنة. قصة أبقار جزيرة أمستردام هي مش قصة عن شوية بقر وخلاص، لكن دي قصة عن الإنسان نفسه لما يفتكر إن الطبيعة لعبة يقدر يغير فيها زي ما هو عايز، أو يفتكر إن الحيوانات والكائنات والنظام البيئي المتوازن حواليه هو شيء مسير ليه ويقدر يلعب فيه براحته من غير تأثير. لكن ربنا خلق توازن دقيق جدا في كل نظام بيئي، من النبات والحيوان والطيور والمفترسات والفرايس بتاعتهم، كل واحد ليه دور في استمرار الحياة والتوازن والنظام بتاع المكان اللي هم عايشين فيه. لما نكسر بقى التوازن ده حتى لو بنية حسنة ان احنا كنا سايبين شوية لحمة نيجي نلاقيهم في المستقبل، النتيجة ممكن تكون كارثة، لان الانسان مهما وصل مش هيقدر يسيطر على الطبيعة اللي ربنا خالقها. وخليني اقول لك كمان ان البقرات دول ما كانوش بقر شرير، يعني هم في الاول وفي الاخر كانوا بياكلوا، ما نزلوش يعني على الجزيرة بهدف ان احنا عايزين ندمرها ونبوظها، لكن الانسان هو اللي حطها في المكان الغلط بطريقة مش محسوبة. واحيانا عشان تنقذ الطبيعة وتصلح الخطأ الفادح اللي انت عملته لازم تاخد قرار قاسي زي اللي الحكومة الفرنسية عملته. وسؤالي ليك دلوقتي بقى بعد ما سمعت القصة، لو كنت مكان حكومة فرنسا في الوقت ده كنت هتقتل البقر ولا هتسيب الجزيرة تموت؟ لكن الشاهد من الموضوع ان احنا زي ما قلنا طلعنا بدروس مستفادة من التجربة دي، ان التوازن البيئي شيء محكم جدا وربنا خلقه بقدر الانسان ما يقدرش يلعب فيه، وشفنا تجربة بتحصل للتطور والتكيف للحيوانات قدام عينينا، وطلع منها بعد كده دراسات وابحاث كتير عن ايه اللي ممكن يحصل لو حيوان اتحط في بيئة معينة فجأة كان متوفر له فيها كل حاجة هو عايزها ومفيش اي خطر يهدده. احد النتائج اللي العلماء طلعوا بيها كانت الدراسة اللي اتنشرت سنة 2017، وقالت ان في حوالي 117 سنة بس، اللي هم تقريبا 24 جيل مختلف من البقر اللي اتولدوا وماتوا من اول دخول المواشي للجزيرة اصلا، حصل بقى ان حجم جسم الابقار قل بنسبة كبيرة تقريبا من 20 ل 25% من وزن السلالات الاصلية اللي دخلت الجزيرة، بمعنى ان البقر اللي كان عايش في وقت الدراسة دي على الجزيرة وزنه اقل من الربع تقريبا من ال5 بقرات اللي بدأوا الموضوع، وده معدل كبير جدا من التحول في خلال السنين دي بس. والنتائج دي بتشير ان العزلة البيئية وغياب الحيوانات المفترسة ونقص الموارد والتنافس الشديد عليها كلهم لعبوا دور كبير ومركب كده مع بعضه في تسريع النتيجة دي. ومع تقلص حجم البقر ده كمان بدأت تظهر تغيرات تانية زي عمر التكاثر بتاعهم، بمعنى ان هم بدأوا يخلفوا اسرع، وحصل لهم كمان تغيرات في شكل الاطراف بتاعتهم، وده اللي بيعكس طريقة حركة مختلفة كمان عن جدودهم. كل ده تفسيره ان مش بس الحجم اللي قل، لكن كمان استراتيجية الحياة نفسها اتأثرت بالبيئة اللي هم عايشين فيها. والنتيجة ان الدراسة اكدت ان الحيوانات الكبيرة ممكن تتغير بسرعة لو اتحطت في بيئة معزولة وحجمها يبدأ يقل عبر الاجيال. ولو قلنا ان حجم جسم حيوان كبير زي البقرة ممكن يفضل يقل شوية بشوية بشكل تدريجي لو اتعرض للعزلة دي، فانا مش عايزك بقى تتخيل ان نفس الموضوع هيحصل لو حطينا حيوان صغير في نفس الظروف دي، لان على العكس بقى الحيوانات الصغيرة بتميل ان حجمها يكبر كل ما الاجيال تكمل اكتر. يعني لو حيوانات حجمها صغير اتحطت في نفس ظروف ابقار جزيرة امستردام اللي هي عزلة وجزيرة وموارد قليلة وتنافس كبير وغياب للمفترسين، فاللي هيحصل ان حجمهم هيكبر، ممكن تلاقي الفار بقى قد القطة، وهتلاقي الحشرات بقت عملاقة والطيور بقت كبيرة وتقيلة وممكن ما تطيرش، والسحالي هتبقى ضخمة، وهكذا بقى. ولو جينا نفهم ليه ده بيحصل هنلاقي ان مفيش مفترسات تضغط عليها ان هي تفضل صغيرة وسريعة وخفيفة، وهنلاقي كمان ان الحجم الاكبر بيساعدها ان هي تخزن طاقة اكتر وتتحمل البرد وتعرف تنافس كل الافراد اللي حواليها على الاكل، وممكن تعيش اطول، وعموما تبقى مسيطرة اكتر بكتير على البيئة اللي هي عايشة فيها. يعني الصغير هنا ما بيبقاش محتاج يستخبى زي العادي، بالعكس ده يقدر يفرد جسمه براحته. وزي ما التغير في البقر كان في اسلوب الحياة كمان مش في الحجم بس، برضه هتحصل نفس الحالة مع الحيوانات الصغيرة. يعني ممكن تبدأ تتأخر في النضج بتاعها فتبتدي تخلف في سن كبير، وممكن متوسط اعمارها يطول، وممكن عدد المواليد بتاعها يقل. طبعا ممكن تبقى في استثناءات، يعني لو الموارد قليلة جدا على الجزيرة والجزيرة فقيرة بيئيا والحيوان محتاج طاقة عالية او المنافسة شديدة جدا، ساعتها ممكن الحيوان يفضل صغير او حتى بالظروف دي ممكن ينقرض. لكن احنا هنا ما بنتكلمش عن الظروف القاسية او الاستثناءات يعني. وبس دلوقتي اقدر اقول ان كل الكلام اللي كان عندي للفيديو ده خلص خلاص. اتمنى الفيديو يكون عجبك، ويا ريت لو عجبك فعلا تعرفني من خلال ان انت تدوس لايك وتشترك في القناة من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك. واخر حاجة هطلبها منك قبل ما تقفل الفيديو، لو كنت اول مرة تشوفني خش خد لك لفة كده في بقية الفيديوهات اللي موجودة على القناة، وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.